المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء من الفضائية الإريترية، ولكن إلى حضراتكم هذا التنويه قبل الأخبار. تنويه عن الاحتفال بعيد الغطاس من الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. لقد تقرر الاحتفال بعيد الغطاس الذي يصادف يوم غد 19 من يناير في موقع الغطاس بساحة الفاتح من سبتمبر بمشاركة البطاركة وأعضاء المجمع المقدس فقط بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا. وعلى المواطنين متابعة مراسم الاحتفال الذي يبث مباشرة من الساعة 7 وحتى 9 صباحا عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية من منازلهم. عيد سعيد. الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. إلى حضراتكم عناوين الأخبار. وزارة الثروة البحرية تقدم دعم لرفع قدرات المرأة الاقتصادية. خدمات المؤسسات الصحية في وسط دنكاليا تشهد تطورا ملموسا. دعم للمحتاجين ماليا في جندع. قاذفات أمريكية تنهي تدريبا لها بالخليج، وظريف يهدد بالرد على أي اعتداء. قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على مدينة بانغاسو. ومصر 15 شخصا بإندونيسيا بسبب فيضانات جزيرة بورنيو. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت وزارة الثروة البحرية في إقليم جنوب البحر الأحمر دعما ماليا لتطوير القدرات الاقتصادية للمرأة القاطنة على شواطئ البحر. أوضح مسؤول وحدة القروض والتعاون في المكتب الشاب إبراهيم صالح إن العمل لتأمين سبل الاستفادة من الثروات البحرية للسكان المقيمين على الشواطئ، خاصة الأسر التي ترعاها المرأة، من أهم خطط الوزارة، وإن تأطيرهم في جمعيات تعاونية وتقديم دورات تدريبية لصيانة وصناعة شبكات الصيد وخلق فرص عمل وبيع الأسماك، وكذلك تقديم دعم مالي وعيني من الأنشطة الجارية لرفع الإنتاجية. وذكر تقديم دورات تدريبية ل54 امرأة في طيعة وعدي وبرعسوله لصيانة وصناعة شبكات صيد الأسماك بهدف إيجاد مصدر دخل لهن. وقدم الدعم المالي ب6,000 نقفة لكل امرأة لمساعدتهن المعيشية لتوقف العمل بسبب إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا. وأشار إلى العمل الجاري لتأطير النسوة في جمعيات تعاونية لرفع إنتاجيتهن من الأسماك والحصول على الدورات التدريبية والقروض المصغرة والانتقال من الصيد التقليدي إلى الصيد الحديث المتطور لكافة الصيادين. وتعمل 17 جمعية تعاونية لصيد السمك الطازج و15 جمعية لصيد السمك الجاف في إقليم جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى جمعيتين لصيد الأسماك دون قوارب. ساهمت حملات التوعية الصحية المكثفة في مديرية وسط دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر في رفع مستوى الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية في المديرية. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية الممرض عبد صالح لوكالة الأنباء الإريترية إنه في إطار المهام الجارية لتأمين صحة الحوامل والأجنة، ارتفعت نسبة رعاية الحوامل قبل الولادة ب2%، وخدمات الولادة ب5%، مشيرا إلى بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية. وذكر الممرض عبدو تسيير أنشطة تطعيم منتظمة للأطفال في المؤسسات الصحية، وكذلك بالتجول للمناطق البعيدة لتصل نسبة تغطية التطعيم 98%، والفحص الطوعي بنسبة 40% مقارنة بعام 2019. ومن خلال المتابعة المنتظمة لأمراض السكري والضغط والربو، تأكد بأن الأمراض غير المعدية تأتي من عدم المعرفة. واردف الممرض عبدو قائلا أن تقديم سيمينارات صحية انطلاقا من شعار الوقاية خير من العلاج ساعدت على تحقيق نتائج جيدة، وأثبت ذلك أهمية مساهمة المواطنين في الأنشطة الصحية، فيما قامت 76% من قرى المديرية في إطار البرنامج الصادر لتنفيذ أنشطة الإصحاح البيئي بإنجاز المهمة. وقد طبق 70% من السكان البرنامج على أرض الواقع. هذا ويوجد في مديرية وسط دنكاليا مستشفى عمومي ومركزين صحيين.
قدم مبلغ 188 ألف نقفة دعما للمواطنين المتضررين من إجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا في مدينة جندع. وأوضح مدير مديرية جندع سيد عمر يحيى الحاج إن الدعم قدم ل 376 أسرة منتقى من إدارات الضواحي واللجان، وشكر العمل النبيل. من جهة أخرى تم معاقبة 114 متجرا لرفع الأسعار استغلالا لأوضاع إجراءات مكافحة كورونا. ودعا مسؤول القانون والنظام في مدينة جندع السيد محمد أمان سعيد المرافق الخدمية لاحترام الإجراءات المتبعة وتعزيز تعاون المواطنين. أفادت وزارة الصحة بأن الإريتريين في الداخل والمهجر واصلوا التبرع للتصدي لوباء فيروس كورونا، وقدموا هذا الأسبوع أكثر من 120 ألف نقفة. وقد تبرعت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب ب 66,639 نقفة، وعمال شركة حدري بإقليم عنسبة ب 28,703 نقفة، وعمال روضة أبا شاول ب 11,462 نقفة، وجمعية سمرت ب 5,000 نقفة، وجمعية جابر عبد الهمزة في أسمرة 2000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل قشناشم في أسمرة 2000 نقفة. كما تبرعت جمعية مدهان ألم دق تما جلال في أسمرة ب 1500 نقفة، ومتجر هبت مريم قرزقهير للخيوط ب 1000 نقفة، وبار ألم مبرهتو 1000 نقفة، ودكان تصفاصين برخت 1000 نقفة، ومخزن وإلكترونيات حداث سعيد 1000 نقفة، ومؤسسة مدهن ولدو ب 1000 نقفة، ودكان هوت قبر سلاسي للملابس ب 1000 نقفة. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت القيادة الوسطى في القوات الأمريكية أن قاذفات من طراز بي 52 أنهت بنجاح طلعة جوية في الشرق الأوسط، هي الثانية من نوعها منذ بداية العام الجديد، في ظل ترقب إيراني من أي هجمات عسكرية قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال قائد القيادة الوسطى إن المهمة تظهر التزام الجيش الأمريكي المستمر بالأمن الإقليمي، وإن نشر العتاد الاستراتيجي لمدة قصيرة هو جزء من موقف الولايات المتحدة الدفاعي في المنطقة. وفي أول تعليق إيراني على تحريق القاذفات الأمريكية في المنطقة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه إذا كان هدف إرسال طائرات بي 52 إلى المنطقة هو تخويف الإيرانيين، فالأفضل لواشنطن عدم هدر ملياراتها على عمل كهذا. وكانت تقارير في الصحافة الإسرائيلية أفادت بأن قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 عبرتا إسرائيل باتجاه منطقة الخليج. من جانبه قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استنفار كامل وجاهزية عالية. أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى مينوسكا استعادت السيطرة على مدينة تقع على بعد 750 كيلومترا شرقي العاصمة بانجي، احتلتها منذ مطلع يناير الجاري مجموعات مسلحة شنت هجوما على نظام الرئيس فوستين أرشانغ تواديرا. وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى فلاديمير مونتيرو إن مدينة بانجاسو أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة إلى المجموعات المسلحة، موضحا أن المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها وفروا من المدينة. يذكر أنه في 17 من ديسمبر الماضي توحدت أقوى 6 مجموعات مسلحة تسيطر على ثلثي جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ 8 سنوات، وأعلنت في 19 من الشهر نفسه قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية هجوما بهدف منع إعادة انتخاب الرئيس تواديرا. لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، فيما أجلت السلطات الإندونيسية 39,549 آخرين بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء بمحافظة كاليمانتان الجنوبية على جزيرة بورنيو بالبلاد.
ونقلت شبكة إخبارية أمريكية عن متحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث راديتيا جاتي قوله إن الفيضانات الناجمة من الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار. وتسببت الأمطار الموسمية وموجات المد العالية خلال الأيام الأخيرة في عشرات الانزلاقات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من أنحاء إندونيسيا. أعلنت السلطات السويسرية عن مصرع 3 أشخاص في انهيارات ثلجية في مدينة مونترو غربي البلاد. وأوضحت شرطة كانتون فود أن عدة أشخاص آخرين جرفتهم الثلوج بمحيط مدينة مونترو. وأكدت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس بريس أن التحقيقات جارية في الحوادث. وكانت الشرطة السويسرية أعلنت مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد. وأوضحت أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر لقي حتفه في قرية أويرفايلد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقى حتفه في كانتون بعد أن دفنه الثلج كذلك. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار هذا المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.